السلام عليكم. جبت لكم اليوم فيديو يعني تشوفوه يعني أكيد راح نهدر أنا والفيديو راه يفوت يعني نورمال لأنه ندير سيلونس لوجود الموسيقى فيه. هذا أحلام عموري يعني حطت فيديو في الفيسبوك تاعها أو في حسابها تاع الفيسبوك تمثل دور المرأة يعني اللي تجيها الدورة الشهرية وتكون فاطرة في رمضان. صراحة أنا نشوف عيب يعني طرح هذه المواضيع للمجتمع يعني كعائلات جزائرية محترمة. عيب يعني علاش التذكير بهذا السؤال؟ علاش انا نروح ندير هذا المحتوى ولا نروح ندير هذه العناوين المستفزه؟ اي انسان يشوفها يعني صراحه يشمئز. يعني تاكلي في رمضان تبيني للناس بلا كي تاكلي ولا عندك الدوره الشهريه؟ عيب، احنا جامي شفنا هاد الصوالح في عائلاتنا او جامي. واحد شاف اخته تاكل يعني حتى لو كاين، بصح ربي يطلب الستره، يعني علاش انت تبينيها كموضوع؟ صراحة التعاليق كانوا كلها ضدها وكانوا كلها يعني كونتر الفعل هذا. حتى لو فيديو انك تمزحي ولا انك راكي تضحكي ولا حابة ديري جو، ولكن مش بهاد المواضيع. كاين بزاف مواضيع تنجمي ديرهم، معناها تروحي لهاد الامور اللي يعني فيها حياء، يعني عفة المرأة يعني صراحة صدقيني. يعني كي شفت الفيديو هذا حشمت يعني في بلاصتك، خجلت كما نقولوا. والفيديو راه قدامكم راكم تشوفوا. الخطره اللي فاتت كي هضرت عليها دخلت عندي وحده وقالت لي يعني راك تطلع الكونت نتاعك يعني بحكايات نساء كما قالت. والله غي لما كتبتي لي هذا الموضوع يعني حسيت راسي بلاني ماني ندير والو في المجتمع. يعني انا درتها عليك، يعني درتها باش ندافع عليك انت كمرأة جزائرية يعني. انا في بلاصتك يعني غادني الحال دخلي تكتبي لي تعليق كيما هاك، انا اخر واحد راه يطلع الكونت نتاعها بهذا الصوالح. لو كنت تشوفي الناس اللي تكلاشي وناس اللي تنتقد وناس اللي راها تقول الكلام القاصح ما تجيش كاع. انا بالك نجيك نورمال نجيك كلامي بلي ما كان والو. ديجا راه كاين ديجا اخلاقات المواقع، كاين يعني حسابات اليوم، كاين مراقبه. راكم تشوفوا ديجا السوشيال ميديا اليوم ولات يعني كتشوفوا راهو كاع لاباس ماشي كيما مداري. يعني نشوفوا بعض الفواحش وبعض التفاهه اللي مداري تمارس في السوشيال ميديا. ما على باليش الى رمضان، ما على باليش الى خايفين من الرقابه. المهم على الاقل حنا نشوفوا باللي لاباس يعني ما كانش امور كيما مداري. وراح نشوفوا من بعد وراكم تشوفوا اليوم يعني اي انسان يغلط او يحط عناوين مش مليحه او محتوى غير اخلاقي قصده باش يفسد المجتمع يهزوه. راكم تشوفوا ديجا كيما هذا الشيخ كيمو او ما على باليش هذا المغني اللي كان دار حفله في رمضان صراحه عيب. راكم تشوفوا الشرطه هزاته من اجل فيديوهات، اظن قالوا عنده فيديوهات مخله بالحياه لقاوها في التليفون، مازال ما بانش الحق مليح، ولكن هو الحين في قبضه الامن. باش تشوفوا يعني اي انسان يعني يتجاوز حدوده او اي انسان يكون عنده فساد اخلاقي يمارسه في السوشيال ميديا راح يهزوه. كانوا قالوا على هذا كيمو انه يعني راه يخدم على دارهم وتحول يعني الى كيما هكا ودار في شكله كيما هكا من اجل العائله نتاعه. انا نقول لك ما كاش منها، ما كاش اللي يبيع رجولته من اجل العائله نتاعه. حاب تخدم على داركم ولا تقدر تخدم اي خدمه، هذه ما كاش من هذه الا حجه باش الناس ما تهدرش، او حجه من اجل انه نديروا واش بغينا، او من اجل اسكات الناس. هذه ماشي حجه وانا ما تفوتش عليا هذه الكلمه. اليوم كي تدخل للحبس ولا دير حاجه وتدخل للسجن، اي شكون يخدم على العائله نتاعك؟ يعني غير كيف كيف. يعني لو ما تحولتش الى ذاك المظهر كان احسن لك انك تعمل عمل محترم، احسن تربح دنيا او اخره. راح نمشيو للموضوع الثالث اللي هو بشرى عقبي. بشرى عقبي كانت فاتت في حصه من الحصص الجزائريه واستضفوها وحكيت شويه على تاريخها او على حياتها. كاين زوج نقاط صراحه، كاين موضوع حاب ننتقدها فيه وكاين امر اللي هو حاب يعني نوجه نصيحه للناس. بزاف لما بشرى عقبي تفوت في الحصص نشوفوا في الفيسبوك ولا في الانستغرام او في المواقع او في اليوتيوب حتى بزاف يكومونطوا ليها او يعلقوا ويجبدوا لها قضيه السي طاهر. صح هي غلطة تاني معاكم وذاك الوقت يعني كاع الناس انتقدوها، بصح اليوم هاد المرأة ولا هاد البنت راه يعني في حرمة رجل آخر، يعني راه ديجا إنسان واحد آخر سترها. يعني ما نقعدوش نذكروها دائما بهذا الأمر. يعني اليوم إذا انتقدوها حنا نجيبوا الحصة ونتفرجوها ونشوفوا أمور اللي نقدروا ننتقدوها ونقدروا ننفعوا بها الغاشي. بصح باش نقعدوا كل يوم نعلقوا لها يعني بالستار الستار كغلطة هي دارتها زمان، فهنا يولي تنمر. خرجنا موضوع النقد او موضوع انه حابين يعني نقولوا حاجه، يعني احنا في الحقد ورحنا في التنمر. يعني اليوم بناتها كبروا، يعني اليوم زوجها يقرف صراحه شويه، يعني نورمالمون نعطوا قيمه للزوج تاعها. وهذا الموضوع نورمالمون فات يعني وهي تتحاسب عليه. وهذا الامر يعني يقعد بينها وبين روحها يعني كتاريخ او كماضي تاعها دارت غلطه، ولكن احنا ما نقعدوش كل يوم نذكروها يعني
بالستار صراحة عيب. راح نجي للموضوع اللي حاب يعني ننتقد أو حاب ندير نقد بناء كما نقولوا، اللي هو هذا البوست اللي نشرته أو قالوه عليها أنه هي قالتها في الحصة، وهما نشروه في الفيسبوك كشكل أو كموضوع مكتوب. أنه هي يعني في شحال ما خدمتش في 10 سنين ولا، وقالت لك يعني الرزق على ربي ومنا ومنا. هو صح الرزق على ربي كما راح تقول، ولكن لازم نفهموا الناس، او الناس كاين اللي ما يفهموش، كاين ناس اللي ممكن ما عندهمش يعني فكره على الافكار هذو. بشرى عقبي اليوم ما عادتش ممثله، هذا علاش ما ولاوش يعيطوا لها، يعني ولات مؤثره. يعني اليوم انا نشوف انا عقبي في وقت ما شفتهاش مثلت من غير جمعي. انا اصلا يعني المسلسل الوحيد او السلسله الوحيده اللي نعقل باللي هي مثلت فيها هي جمعي، اللي ضربت كنجاح. امور واحده اخرى ما شفتهاش. فممكن ماهوش يعيطوا لها على سبب ما على باليش، ولكن على الاقل 10 سنين ما فاتش في التلفزيون او ما مثلتش. ولكن ما تقولوش بلي يعني انه منين غتجيب دراهم ولا كيفاش غتعيش ولا كيما هي قالت لك انه الرزق على ربي، يعني وانا في 10 سنين ما خدمتش، يعني وكانه والديها راه يعطوها ولا نو. هي اليوم راها تخدم الاشهارات في الانستغرام، يعني ممكن راها تدي مبالغ اكثر من حتى التمثيل. يعني تخيلوا كل يوم اشهار كل يوم اشهار. يعني هي اليوم راها في الانستغرام ناشطه او مؤثره، تخدم الاشهارات، يعني كاين باب اخر للرزق. هذا هو كلامي، او هذه الجمله اللي كنت ندور عليها. كاين باب اخر للرزق، مش فقط انه ما يعيطولهاش المنتجين صاي، انه هي يعني راها يعني كاين ابواب اخرى، يعني ما كاينش قاعده كما نقولوا يعني تخدمي من جهه واحده اخرى اللي هو اشهارات، او انه ديري دي ماركات هكا وتاثري في الناس، او يعطوك ماركات باش تاثري في الناس ويشروا عن طريق او من ورائك. كانت هذه مواضيعي، كانوا هذوما الامور اللي قدرت ندير فيها تدخل او امور. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. الى فيديو جديد، الى مواضيع اخرى ان شاء الله، ونحاول يكون عندنا افكار اخرى ان شاء الله.